سلام خوتي خواتاتي كديرين لاباس عليكم. اليوم فيديو جديد وخبار جديد على قناتكم عبدية شانيل. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال واموركم مزيانه، واللي شاف قناتي اول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس، وما تنسونيش اخوتي من اللايك فضلا منكم وليس امرا. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله، والله يعمر صدر ربي ييسر اموركم ويخلي لكم صحيحتكم ان شاء الله حتى تشوفوا وليداتكم كما كتمنوهم، وان شاء الله تشوفوهم في المراتب العليا. وكندعم معكم من هذا الفيديو. الله يعمر صدر ربي ييسر اموركم وييسر امورنا وييسر امور الجميع. وغندخل في وغندخل في الموضوع، عفوا، وغندخل في صلب الموضوع وغنتكلم على بنت البدوية مريم، واللي ما كترات القيل والقال. وقالت لك شنا هو هي قالت لك امي امنه، قالوا بما هذيك الدار عطيناها لها هكاك دايره، يعني مبنيه ومصايبه كيف ما شفتوها دابا من نهار بناتها هي بنت البدويه وحنكاتها كما كيقولوا ودارتها بالطين بالغيس والقصب. قالت لك قالوا هما قالوا في الشكايه ديالهم بما عطيناها هذيك الدار هكاك دايره، يعني بهذاك الشيء اللي مبني فيها، وهما يا ما قالوش هاد الشيء وما كاينش هاد الشيء. وراه خرجات ناديه وتكلمات وقالت بما ما كاينش من هذاك الشيء. حنا عطيناها نهار عطينا بيت وكوزينه سكنات فيهم، هما اللي في الملكيه ديال ميامنه، في الملكيه ديال الام ديالهم، ماشي هذاك الشيء اللي بنات فيه نقولوا مريم. داكشي اللي بنات فيه مريم كما كتقول هي، قالت هذاك غير بلاد الجموع. بلاد الجموع ما حتى شي واحد ما عنده الحق فيها، يعني كل واحد عامن هبه ودبه يبني فيما عامن هبه ودبه يبني فيما قال لي راسو. راه ولات السيبه، يعني هاد بنات البدويه باغيين يديروا السيبه في البلاد. يعني غالي ناض خصو غالي ناض كسل، خصو ينوض يمشي يبني في بلاد عباد الله ويقول بلاد الجموع. ولاني الله ما طولش بها، عجل بها في الحين. خرجت من تمايا غتخرج بيديها فوق راسها، ما غتريب حيط ما غتريب عشه. كما قالت هي، قالت انا نهار نبغي نخرج من تما هذاك الشيء انا اللي بنيته وتعذبت عليه ودرت وخسرت عليه الفلوس، نهار بغي نخرج غنريب اي حاجه غنريبها غندير عليها فيديو وغادي نجمع باش نشري دار. وكتضحك زعما كتمزح. الساعه سيد ربي ما عجلش بها، عجل بها في الحين باللي هي كانت تقول بما هي هاد القضيه ديال الافراغ غادي تطول وميامنا غتبقى تمشي وتجي على المحكمه وما غاديش يخرج حميد من تما، ما غاديش تخرج لا هي ولا هو. زعما غادي قالت لك هي مازال غدير غادي دير قالت لك الختانه ديال ولدها وغتفرح وغتصور وغتجيب المصور قالت لك اللي صور ليها وغادي دير داك الختانه ديال ولدها بالغنى والزغاريت نقولوا نهار، يعني غدير داك الشيء على حقه وطريقه وغادي نصور وغنفعل وغنترك. ولاني دغيا سيد ربي ما عجل بها ما طولش بها. دغيا حكمات المحكمه الميامنه بالافراغ بما تخرج هذيك السيده من تمايا اللي هما كانوا باغين. هما هي كما كتقول هي بنت البدويه الحميد كتقول لي هذاك الملك اللي انت ساكن فيه يعني من حقك، يعني حتى كوارث في الاب ديالك. وهي ما عرفاتش المره الاولى كانت كتقول هاد الهضره، ولا اني ما كانتش عارفه بما راه البلاد كلها في الاسم ديال ميامنه. هما ما كانوش جابدين هاد الشيء بما البلاد كانت في الاسم، بما البلاد في الاسم ديال ميامنه. حتى قوات عليهم هاد بنت البدويه، قوات عليهم وتغات عليهم. راه الابن ديال ميامنه راه حميد راه طاغية عليه الله يستر. راه السيد مسلوب الإرادة، السيد مرفوع وماشي نقولوا في طبيعته. السيد مغلوب على أمره كما قالت ميامنة. راه اللي دارتو فيه بنت البدوية سمن عسل على قلبه، ما يتململ ولا يتزعزع ولا يقول لا ولا يقول ما كتعاير امي ولا ما كتسبي الاهل ديالي ولا. هي كتعاير في الام ديالو وتعاير في خواتاتو وما خلات باش وصفات ناديه، ما خلات باش وصفاتها الحكاكه العاطيه بجوج دراهم. نعيمه البدويه تا هي راه ما خلات ما قالت في ناديه. وهي هذاك الشيء علاش هي ناديه ناضت دارت بهم شكايه وكتحلف دابا ناديه قالت لهم والله شي تنازل قالت لهم ما يكون ولا غنرجع قالت لهم على الحق ديالي.
أنا قالت ليهم درت الشكاية وما غاديش نرجع على الحق ديالي، وغادي نطالب بالحق ديالي. يعني هما مرمدو الشرف ديالها في التراب، مرمدو الكرامة ديالها في التراب. هاد بنت البدوية اللي هي حاسبة راسها ساكنة في الورث ديال الزوج ديالها، وهو يا داك البلاد وهداك البلاصة اللي سكنات فيها راها في الملكية ديال الأم ديال حميد. والأم ديال حميد هي اللي جابت حميد وقالت ليه الحم إلا خنز يهزوه هما ليه، الحم إلا خنز يهزوه هما ليه. يعني الابن ديالها كيبقى الابن ديالها. علاش هي قالت ليه الحم إلا خنز يهزوه هما ليه؟ من نهار جرات عليهم نعيمة البدوية وضربات لهم الطر في مواقع التواصل الاجتماعي، ما جبدات لبنتها، ما خلات جبدات بعرضها فين حاطاها حاسه السامعين. جبدات قالت لهم هكا كيف كتحطها، شوفوا الطواليت فين دايراها البنت اللي كتدعي البراءه وكتلبس عليكم الرداء الابيض وكتقول بما هي يا ملائكه. راه بنتها راه خرجات فيها طول العرض وقالت ليهم بما بنتي باغا تشد ليا المتتبعين ديالي، دات ليا المتتبعين ديالي بحال هما هاد المتتبعين علي من والين وض يقودهم ويديهم فين ما بغا. يعني دارت لهم قنبه في عنقهم وداتهم عندها. واش هذه هضره يقولها الواحد العاقل؟ واش هذا كلام يقول الواحد اللي على الوعي ديالو؟ راه البدويه تريك الله يستر، راه تريك تزقوم، طريقة شجرة الزقوم لا هما ولا بكريشة. بكريشة راه كل مرة يخرج يتغبن. قال لك فاطمة الزهراء موالفها، وفاطمة الزهراء ما يقدرش يتفرق عليها، وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء هي كاع ما حيرة عايشة لك الحياة وبارك على وبارك على التعرية معرية على اللاص ودايرة في راسها ضحكة. بنات بكريشات هما يلا يستر. هاد الصغيرة كتار من يسرى. قالت لي يسرى ما تعرفيش قعدي انا نوريك دار خوالي، تعالي امي انا نوريك دار خوالي. وارجع بكم البنت البدوية هذه غير هضره جبدت هضره خوتي. وهاد البنت البدوية ولا بنات البدوية مازال هذيك راجع شويه تسخرات الله وحشمات. وما هادي ما حاشمه ما عارقه، نهار كامل هي الكلاشات في العناوين، الكلاشات في الكلام. واللي هكاك قال لي ما كيقول لها الناس ضرب البرد عايفق الحمار. راه الله يستر. بنات البدويه راه قال لك كفي البرمع على فمها البنت طلعت تشبه امها. راه البدويه غير نهار كامل هي دمعه وخنونه، راكم عارفين البدويه كيفاش دايره. راه ضربه ضربتين وتعطيها البكا وتعطيها الدموع. وخوتي يا خوتيها ما تخلي ما تشي تعديده وما تقولهاش عاد نهار كامل هي تعدد على اللي وقعت ليها، والمشكله اللي وقعت ليها تزيد تعدد اخوتيها خواتاتيها ما تخلي تعديده في الدنيا وما تقولها. السيده من نهار بانت على مواقع التواصل الاجتماعي ونهار كامل هي دمعه وخنونه. وتم بناتها حتى هما اللي جابتهم اليوتيوب ودارت لهم قنوات حتى هما كاين دمعه وخنونه. السيره اللي ماشيين عليها هي السيره ديال البدويه، سيره وحده، السيره العاشوريه ولا كيقولوا لها. ومازال زايدين فيه، مازال باركين على الكلاشات، مازال ما شابعين ما قانعين. الله يستر باغين غير المشاهده وطلع لهم الفيديوهات باي وجه كان خصهم المشاهده تطلع لهم. دابا هما راه في المشاكل وفي الدعاوي والله يستر ومازال زايدين فيه، ولا هما بغا يفيقوا من القلبه ولا بغا يقادوا من هاد التشلاه بيد ديالهم. راه بنات البدويه تاغيين على الازواج ديالهم. كذب عليكم كذاب. راه هاد الشيء اللي واصله ليه بريم مع ناسها. راه الام ديالها هي اللي قيدهم وهي اللي عطيهم الضوء الاخضر. يعني ما حشمات على اصل، ما حشمات على عائله، ما حشمات على دم. زعما راهم بنات عمام مع عمها. هاد ناديه وخديجه بنات عم نعيمه البدويه، وهذيك اميه من مرت عمها. ولا انيش غادي نقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله العظيم تا هادشي اللي كيديروا هاد الناس هي لا يضر في الخاطر. حنا كندوو وكنتكلموا حتى حنا وكنديروا هاد الفيديوهات، كنشوفوا داك الحال المايل وكنشوفوا الحال اللي ما بعدو حال. راه الشوهه والفضيحه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي اللي كيخلينا نتكلموا. هما يا ما خصش واحد كاع يتكلم عليهم ولا يجبدهم ولا قال لكم المثال راه كل فعلو كيجبدوا. راه يكتب عليكم كذاب. البدوي كانت دابا زوينه وماشيه جنب الحيط ومتاقيه الله ودايره محتواها
وعطاها الله خبيزة وعطاها الله من دخل الفلوس، ودارت اللي ما عمرها كانت تحلم ديرو، ودارت السيارة ودارت الملاك دارت الأملاك ودارت الموبل ودارت المجازة وما خلات ما دارت داكشي اللي ما عمرها كانت تحلم ديرو، وداكشي اللي ما يديروش الموظفين اللي خدامين سنين ومنين وهما في العذاب ديال الوظيفة وما يديروش هداكشي اللي دارت هي، ولا بغات تقنع ولا بغات تشبع. وخصوصا ملي فضيحتها الفضيحة وهي ملي جابت تريكتها حتى هي وزرعات لينا زريعة وفركست لينا في اليوتيوب صافي ولا وصافي. هذيك الساعة فاش كملات الباهية، ديك الساعة فاش كملت الباهية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وملي غبرات دابا هاد البعراوية غبرات على مواقع التواصل الاجتماعي، يخرج لينا الزوج ديالها حميد ولا كيلسي خبز ويحمي الفران ويبين راسو هو بما راه داير الشقة تاع العيالات، وهما راه هما اللي دايرين داكشي، هو عا كيبان في الصورة. ولاني اش غادي نقول، لا شبعة لا قنعة، لا ماشي على هدى من الله. هاد الناس ما باغينش يقادوا من التشلاه تاعتهم والطباندي ديالهم اللي الله يستر، ما بغى يقادوا، ما بغى يقولوا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما بغى يقولوا الله يهدينا، ما بغى يقولوا مازال حاسبين راسهم هما الناس ظالمينهم. راه خرج سميتو عفوا، راه خرج هو يا الحميد وبرك يعدد في الفيديو وقال لك نهار اللي قربات تغبر على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني عرفات الوقت صافي مزيرة، خرج بارك ها بغاو يحقروا على هاد المرأة، ها دايرين عليها مؤامرة، ها بغا يصيفطوها للحبس، ها بغا يسدوا ليها القناة، ها هي دابا راه موتها وسمها وهو القناة تسد. راه يقولوا ليها يخيروها ما بين الحبس وما بين القناة تسد ليك، تقول لهم شدوني في الحبس وخلوا القناة. هي القناة قالت لك خدمت عليها 7 سنين وهي خدامة عليها، قالت لك عطات المغرب، وعطات المغاربة. شنو عطات المغاربة الله اعلم، اشنو عطات المغاربة؟ عطات الشوهة والفضيحة، عطات المعاطية والدقابيل. راه بانت على مواقع التواصل الاجتماعي نهار اللي كانت دايره محتوى ديالها اللي هو لا ماشي شي محتوى اللي زعما غيتابعوه عليه الناس، غاش محتوى اللي ما فيه حتى شي افاده. ملي صافي عرفوها الناس فيها الطبوحيط وفيها التحرميات وساسوها بحال المخ اللي كيتساس من العظم، ناضت هي يا قلبتها بعاطيه وقلبتها اعطيني نعطيك، رد عليا ونرد عليك، كلاشيني ونكلاشيك، دعيني وندعيك. صافي ولات باغا غير المشاهده بالمعاطيه. وملي الفضيحه هي ملي تشدت بنتها مريم ونسابها تشدوا في الحبس بسبب فاتحه القرويه. هذيك الساعه فاش هي سرحات رجليها في اللايف، دارت اللايف، ولات كل ليله دير اللايف صباح، لايف صباح ولايف عشيه، لايف في هذه القناه ولايف في هذه القناه. وقالت لك شنو هو، قالت لك هي كتجري على 10 عفوا كتجري على 4 ديال ديور بناتها جوجات، بناتها 3 ودارها هي 4. يعني هاد الناس ما عندهم ما ياكلوا زعما، كانوا دايرين القنوات وكانوا خدامين بيهم، كانوا خدامين عليهم وكيدخلوا فلوس كتيره، او دايرين باش دخلوا فلوس دخلوها غير بالشهور الفضايح والمعاطيه والدقابيل. وقالت لك شنو هو يا غادي كدير اللايفات وسبرشات كتنزل عليها بحال الشتا السعايه بالعلالي ومقعده حداها البز. وقالت لك شنو هو، قالت لك هي كتجري على 4 ديال الاسر وخصها باش تكون معاهم، زعما هما هاد الاسر ما كانوا عندهم قنوات، ما كانوا كيدخلوا فلوس، ما كانوا عا جالسين مربعين يديهم وغابرين على مواقع التواصل الاجتماعي. خرجات هي تا نهار تشدوا في الحبس صافي هذيك الساعه ما تلاو غيجبروا باش يعيشوا. بركات على اللايفات صباح وعشيه، وباركه مسرحه رجليها وتحلف على المتتبع وتحلف على اصحاب القنوات المنتقده. قالت لهم اللايف لا حيدت منه، والله قالت لهم يا دين امكم، حاشا السامعين، والله يا دين امكم، والله يا والدين امك. قالت لهم يا اللايف قالت لهم لا حيدت منه، ولا اليوتيوب قالت لهم لا حيدت منه، غير لما حيدتني نموت ومشيت للقبر. وهذيك الساعه قالت لهم ملي نمشي للقبر اللي ما بقى عندي ما ندير. ولان خرجات ليها نزهه العلاوي دارت بها الشكايه التجار في البشر، يعني دارت بها الشكايه باش تحد من داك اللايفات اللي ما هي كل ما زعما ما ناضوش ليها الجمعيات وناضت لها نزهه العلاوي وناضوا ليها تكلموا ليها بما هي راه كتاجر بالبشر وكتاجر
بالدراري الصغار، وكدير بيهم اللايفات وكتسعى بيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، راكم ما ناضوش ليها والله العظيم، راكم راه باقا الآن قبل ما نقولوا يحكموا عليها بما ما حكم عليها المحكمة حكمات عليها بما ما تبقاش تبان على مواقع التواصل الاجتماعي، كل نهار اللايفات، كل نهار صباح وعشية، ودير شحال من لايف في النهار وما يقدها. السيدة الله يستر كرش بلا ضلوع، بحر ما جو تقلب، لا شبعة لا قنعة، لا قناعة فيهم الله يستر، كلهم من طرف كبيرهم وصغيرهم الله يستر. الشوهة والفضيحة ملي كملات ملي كملاتها قال لي ما تقول لها الناس، قال لي ما قدوا فيل زادوا فيله. كنا مع البعراوية نهار كامل هي الشوهة والفضيح، جابت لينا بناتها تا هما زادوا كتار منها، ما كاين دمعة وخنونة، ونهار كامل هما يدمعوا، نهار كامل هما يطبوحطوا ويديروا فطح حراميات من اجل المشاهده ومن اجل فلوس اليوتيوب. الله يستر، ما بقاو عاقلين علاش كيديروا، ما بقاوش حاسين بروسهم، فقدوا الاحساس باش داك الخرجات اللي كيديروا، يعني فاقدين الاحساس. راه يكذب عليكم كذاب والله العظيم، تا هاد الناس الى طاغيين طغيان اللي ما بعدو طغيان. وهي هاد الفرعون ديال اليوتيوب هي سبب المشاكل كلها اللي ولات على مواقع التواصل الاجتماعي، كلشي ولا باغي يقلدها، كلشي ولا باغي يدير المعاطيه والدقابيل، يعني المعاطيه عرفوها فيها المشاهده، والشوهه الفضيح فيهم المشاهده، ولا كلشي باغي يتعاطى الفيديوهات ديال اي مشكل يوقع، خصهم يديروا عليه فيديوهات، خصهم اي مشكل وقع واخا غير بسيط يديروا منه من حبه يديروا قبه باش هما يطلعوا المشاهده، ولا كلشي باغي يمشي على هاد السيستم، ولا كلشي باغي غير المعاطيه، ما تلا بغى يدير حتى شي حد ما بقى بغى يدير المحتوى اللي غيفيد به الناس، ولات كلشي باغي غير المعاطيه والدقابيل، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله يعمر صدر ربي يدير تاويل تاع الخير هادشي اللي ولينا كنشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي، والله العظيم تا خايب وخايب، خايب بزاف، وكيسيء الاسره المغربيه وكيسيء البلاد والعباد. راه يكذب عليكم كذاب، راه هادشي راه ماشي ساهل، راه كيسيء البلاد والعباد. راه الشوهه اللي كاينه على مواقع التواصل الاجتماعي راها غتبقى متورخه في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني راه غتبقى من جيل لجيل، وغيبقى البدويه راها كانت اش كانت كدير واش كانت كتفعل، الا ما تمسحش داكشي من مواقع التواصل الاجتماعي غتبقى فضيحتها بقلاقل كما كيقولوا، لا هي ولا تريكتها. داروا لها هما، داروا الفلوس، داروا داروا الفلوس، وداروا نقولوا لا بنت هاد مريم اللي معاطيه مع ناسها، هما داروا الفلوس، داروا الديور، داروا الملكات، داروا كاع داكشي اللي ما عمرهم كانوا يحلموا يديروه. ولكن فين الكرامه، فين عزة النفس، فينا هو فينا هي فينا هي النخوة، وفينا هي الكرامة ديال المرأة القروية اللي تنتمي ليها هي ومسميه راسها البدوية. على البدويات كيديروا بحال هكا، على البدويات راه الله يستر، هاد الناس خلاو الدل، خلاو بصمة عار في مواقع التواصل الاجتماعي غتبقى تابعة المرأة المغربية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله العظيم تا كيسيئوا البلاد والعباد، هاد الناس اللي ما بغاو يقادوا ولا بغا يسالوا من الفضيح، وما بغاش يرجعوا للور، ما قروا فيهم جمعيات خرجوا داروا بهم الشكايات، ما قروا فيهم الحباسات اللي تحكموا بالسورسي، كل مرة محكومين بالسورسي، السورسي تابعهم راه غارقين سورسيات، احكام سورسيه غارقين بها من الجدر تل القطب، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي اللي بان ليا نقول، الله يعمر صدر ربي يهدينا ويهدي وليداتنا ويهدي وليدات المسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين. هادشي اللي غنقول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.